يا مساء الورد والياسمين على حبايبي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل فراخ بالمصلة، أول مرة أعملها معاكم في القناة، بس أنا بعملها كتير في البيت. أنا في الوصفة بتاعتنا النهاردة هستخدم وراك الفراخ، انتوا ممكن تستخدموا أي جزء من الفرخة أو الفرخة كاملة زي ما تحبوا. في البداية هنا عندي بصلتين مفرومين مش فرم ناعم، أخدتهم كده فرمة سريعة في الكبة. وكمان عندي حبة فلفل أخضر، فلفل حلو مش فلفل حار، أنا already هاحط شطة حارة فما استخدمتش الفلفل الحار. وعندي كمان صلصة، ومعلقة إلا ربع من المصلة، ومعلقة إلا ربع من الكزبرة الناشفة، وبابريكا وملح وفلفل وشطة حارة. التوابل الأساسية النهاردة بتاعتنا المصلة، تدي طعم حلو خالص في الأكل، وبتغير طعم الوصفة بتوديه في حتة تانية. وربع كوباية زيت، ومعلقتين من دبس الرمان. أكلتنا سريعة النهاردة، ما بتاخدش أي وقت، وما فيهاش لا تعب ولا مجهود، وبتخلص بسرعة، وكمان بنطلع أحلى صينية فراخ بالمصلة. تنفع في العزومات في الحفلات، يعني حاجة كده مشرفة. بعد ما عملت ميكس كده في الخلطة كلها، هجيب الصينية اللي هدخلها الفرن. طبعا وراك الفراخ أنا عاملة لها فتحات علشان تتشرب من الخلطة. الصينية دهنها بالزيت، دهنة خفيفة بالزيت، ونزلت كمان وراك الفراخ في الخلطة نفسهم، ونزلت شوية من الخلطة في أرضية الصينية، وبعد كده نزلت الفراخ. بعد ما نزلت كل كمية الفراخ بتاعتنا، هنزل الخلطة عليهم وادخلها الفرن من غير ما اغطي الصينية بالفويل. انا عايزاها كده تستوي وتاخد اللون في نفس الوقت. اللي وراك ما بتاخدش تسوية كتير في الفرن، فانا هسيبها كده من غير ما اغطيها علشان مع التسوية تاخد اللون. علشان الناس اللي ما عندهاش وقت كتير انه هي تسوي وتحمر، الطريقة دي حلوة خالص. وفي نفس الوقت عندنا كمان الأوراق ما بتاخدش تسوية كتير، يعني بتاخد حوالي من ساعة لساعة ونص، بالأكتر، يعني ما بتاخدش أكتر من كده في التسوية. فأنا استغل الساعة ونص دول أو الساعة وربع إن أنا أسويها وأحمرها في نفس الوقت. ده الشكل بتاعها قبل ما أدخلها الفرن. أدخلها على درجة حرارة عالية، تاخد حوالي من ساعة وربع لساعة ونص، وبتطلع بالشكل ده تحفة فنية، يعني حاجة كده مشرفة خالص خالص. أتمنى تكون الوصفة عجبتكم واستفدتوا من الفيديو. واللي ما يعرفنيش وأول مرة يشوفني، ياريت يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. إن شاء الله نشوفكم على خير في فيديو جديد. See you. باي باي.